يعتبر الهرم المدرج أحد أشهر المعالم الأثرية الأكثر شهرة في مصر، ويشكل نقطة تحول تاريخية مهمة في الآثار الجنائزية المصرية القديمة، كما يعتبر ثورة في الهندسة المعمارية الحجرية والدفن الملكي، بالإضافة لضخامة حجمه، فهو أول هرم بناه المصريون القدماء وأقدم بناء حجري معروف. هنتكلم بقى عن الهرم نفسه. هل الهرم إمحطب ابتدى يجي يسأل أو يشتغل على إنه هو يشتغل على إنه يبني 6 مصاطب مرة واحدة؟ الكلام دوت احنا لما ابتدينا نشتغل في الهرم نفسه لقينا انه لا، الراجل ده كان جاي يعمل زي الاسره الاولى والثانيه بس بالحجر، بدل ما هو بالطوب اللبن لا هيعملها بالحجر في شكل المصطبه العادي بس بالحجر. فهو لما اشتغل ابتدى يحول العمارة النباتية لعمارة حجرية، فابتدى يعمل المصطبة كشكل مصطبة أولي. فلقينا من الناحية الشرقية مجموعة 11 بير. ال 11 بير دوت ابتدى هو يعمل امتداد علشان خاطر يدخل ال 11 بير داخل حدود المصطبة بتاعته. بعد كده ابتدى الفكر بتاع المهندس يشتغل، ابتدى يصعد بمصطبة تانية ومصطبة تالتة، ولما لقى مجموعة آبار موجودة في مكان تاني ابتدى يوسع التوسيعة التالتة بتاعته وابتدى يعلى بالثلاث مصاطب التانيين. فكده احنا معانا 6 مصاطب اتبنوا على 3 مراحل. ده كده اللي فوق الأرض. هنتكلم بقى على اللي تحت الأرض، البير نفسه. البير نفسه 28 متر تحت الارض، احنا كده فوق التابوت. لو هنقف جنب التابوت هنبقى 32 متر تحت الارض. لما هنيجي ننزل تحت التابوت دوت بمستوى تاني اللي هو المستوى الخامس هنلاقي نفسنا دخلنا في 42 متر تحت الارض، موجودين لحد المستوى الخامس. مجموعة الممرات اللي موجودة في الهرم كله لو حطيناها كلها على خط مستقيم هنلاقي نفسنا مشينا 7 كيلو. فتحت شبكة كبيرة جدا أو متاهة من الممرات. متاهة من الممرات يعني مش أي حد ينزل مع نفسه علشان لازم يبقى دارس المكان كويس وشايف المكان كويس. تحت احنا مقسمينهم ل5 مستويات. المستوى الأول عبارة عن مجموعة ممرات، بالمستوى الثاني بينزلنا للممرات اللي موجودة على المستوى الثالث. المستوى الثالث احنا كده فوق التابوت وبيدينا ممرين يمين وشمال، ده المستوى الرابع. نبقى كده واقفين جنب التابوت، وهننزل على المستوى الخامس موجود تحت مجموع 2 تابوتين ألاباستر موجودين في المكان، بيقال ان هم لبناته. المدخل بتاع الهرم من فوق خالص احنا عندنا مدخلين. الهرم ده له مدخلين، مدخل شمالي ومدخل جنوبي. المدخل الجنوبي بيقال ان هو من العصر أسرة 26. فطبعا احنا لما اشتغلنا كتيب مصري، لما جينا اشتغلنا في المكان بحثنا عن الموضوع ايه دليلهم ان هو دوت اسره 26 او اللي نقر الجبل دوت اسره 26. فما لقيناش اي دليل قدامنا غير ان اسره 26 دخلت في المكان، ولكن رممت ودخلت عشان تستكشف المكان، ولكن مش هي اللي نقرت الجبل. فاحنا عندنا احتماليه ان إمحطب بنفسه هو اللي يكون عمل المدخلين دول، خصوصا انه ما اخلش بالوضع البيئي في المكان جوه، خصوصا ان احنا حجر محلي، والحجر المحلي بيبقى ضعيف جدا، لو في اي تغير في المناخ حواليه بيبتدي يتفتت ويقع. وهو دوت اللي ما حصلش معانا لما فتحنا المكان، ولكن هو كان محتاج ترميمات علشان خاطر ابتدت الرطوبه وابتدت الضغط بتاع الجو يبقى عالي عليها شويه، فابتدى يفرول منا فيقع. فابتدينا نقول لا، احنا لازم نقف بقى وقفه، ولازم نمسك الهرم دوت ونبتدي نرممه بالشكل الكامل.